بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل خالد القحطاني، شكرا لضيفيك الكريمين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان اينما كنتم، تحية طيبة نأتيكم هنا من خلال البطولة الجديدة يتأهل إلى دور المجموعات، وأيضا على مستوى التعادل الإيجابي يأخذ الجيش المغربي. وهنا لدينا كرة خطيرة للغاية، لكن الكرة أبعدت. نعم، تهديد الأول، الفرصة الأولى، المحاولة التي كانت حاضرة بالنسبة للوحدة الإماراتي، والذي كاد نعم أن يسجل أول أهداف اللقاء عن طريق روبن أمارال. في الجهة اليمنى ساد يلعب الكرة الأمامية، المحاولة حمزة، الكرة والتسديد إلى خارج أرضية الميدان، محاولة وفرصة ممتازة جدا. الكرة الآن تلعب، كرة تتحول في الجهة اليسرى، ضغط الموجود، الكرة العرضية خطيرة، الله! نعم، أول أهداف اللقاء، المحاولة الأولى، فاكوندو كروباسكي يسجل أول أهداف الوحدة الإماراتي بعد عرضية مثالية. نعم، يتدخل الأرجنتيني برأسه ويسجل أول أهداف الوحدة الإماراتي. صاحب 20 سنة فاكوندو دانييل كروباسكي يضع الكرة بشكل ممتاز، كانت في الجهة اليسرى الكرة التي لعبت، وبعد ذلك أدريان سيلفا حولها بالشكل المطلوب، أو هذا سالم لعبها ورأسية فاكوندو في الشباك. شوفوا هنا عملية الارتقاء وتحويل الكرة في الزاوية المغايرة تسمح طبعا ونعم لفاكوندو. لم يكن مسؤولا أيوب، ولم يستطع نعم أن يصنع فولبير في الكرة الماضية أي شيء، لكن متقنة، نعم متقنة. صبقة لاتينية حاضرة كبيرة جدا مع الوحدة الإماراتي، هنا رأسية إلى خارج أرضية الملعب، في الجهة اليسرى. شوف هنا عملية التدخل والتسديدة بشكل ممتاز جدا، محمود خميس. روبن أمارال في الجهة اليمنى، كرة عرضية خطيرة للغاية، وصلت إلى حارس المرمى، لإيمانويل حمودان، نقلة بشكل ممتاز على عنصر السرعة لحمودان. نعم، لاعب سريع كما تحدث، وممكن أن يأتي الخطر. بورون سار تلعب الكرة الأرضية، عادت الآن، تحولت على مستوى القائم الثاني، الله على كرة أبعدت في اللحظات الأخيرة، وكاد الوحدة أن يضيف الهدف الثاني، كاد أن يسجل الهدف الثاني. شوف الكرة لعبت بهذا الشكل، وبعد ذلك اصطدت، نعم اصطدت على ما يبدو في القائم وعادت إلى حارس المرمى. شوف، نعم اصطدت في القائم وبلمسة كانت حاضرة من أيوب، والكرة بعد ذلك تأتي بأحضانه. إذا مرة ركلة زاوية عند الدقيقة 45، كرة تلعب رأسية خطيرة الآن، المحاولة لكنها أبعدت من بيريرا إلى هذه اللحظة. وذكر بأن لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي. كرة تلعب عالية خطيرة، كرة مقوسة، لمسة يد، ولكن هناك على ما يبدو راية وتسلل لمصلحة الوحدة. هذه الكرة نعم عملية التسلل كانت حاضرة، واضحة، موجودة، والتداخل في الكرة يظهر ذلك. لماذا يتقدم على الوداد وعلى الفتح الرباطي وعلى الرجاء وعلى كل هذه الفرق؟ لماذا هو في ركلة زاوية؟ أدريان سيلفا يلعب الكرة العالية خطيرة رأسية، الله! للمرة الثانية كان قريبا جدا الوحدة، لكن الكرة لا زالت يبدو بأنها تجاوزت وتخطت وتحولت إلى ركنية أخرى، لكن يا لها
من رأسية. شوف الكرة الرأسية خطيرة على ما يبدو. ايضا فاكوندو اشوف نعم هو لكن ايوب كان حاضرا وابعدها ايضا بالراس. مميز للغايه فاكوندو. هذه الكره الان الى فاكوندو ايضا براسه. هذه كره جول اخر. الوحده عن طريق جواو بيدرو يسجل لاصحاب السعاده ثاني اهداف الوحده امام الجيش الملكي المغربي. جواو بيدرو يضع اسم نعم البرازيلي جواو براسيه بعدما لعبت ركنيه ادريان سيلفا على راسي. شوف ايضا للمره الثالثه غريب يترك فاكوندو اللي لعب يدوب ثواني بسيطه اللعبه، لكن الرغابه غير موجوده على فاكوندو اللي لعبها بالراس، وبعد ذلك تحولت من ادريان اسكنها في الشباك بطريقه جميله لكن غريب. امر الجيش الملكي غريب جدا على مستوى شوف فقط يكتفون بالمشاهده من خلال الهدف. نقله في الجهه اليمنى. شوف العمليه. يا سلام على مرور وعلى الله على تسديد من مسافه. المحاوله الاولى الشجاعه الجريئه بالنسبه للجيش الملكي تاتي الان بهكذا تسديده. عليه ان يحاول مثلا الجيش. اتحدث هنا مرور دياكيتي لامين اللي حاول وسدد، وبعد ذلك الكره تحولت الى خارج ارضيه الملعب. يعترضون على المسافه، لكن هنا كره زكريا يلعب الكره بعيده تماما الى خارج ارضيه الملعب. عادت من حدراف الى زكريا. يا سلام على كره جميله للغايه. لا يوجد لدي مبرر يا فرناندو دي كروز بغياب زكريا فاتي الا الحفاظ عليه من الاصابه بس. اذا انت تفكر في دوري، لا تفكر في هذه مباراه، لا تفكر في بطوله كاس الملك سلمان.